العراق ضد فرنسا، مواجهة الحلم والتحدي في كأس العالم 2026. أحياناً تمنحك كرة القدم فرصة لاختبار قدراتك أمام الأفضل، وهذا تماماً ما ينتظر المنتخب العراقي عندما يواجه منتخب فرنسا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، وهي المجموعة التي تضم أيضاً النرويج والسنغال. بالنسبة لأسوأ الرافدين، فإن هذه المباراة ليست مجرد 90 دقيقة، بل فرصة لإظهار الشخصية الحقيقية للمنتخب العراقي أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم. الجماهير العراقية ستترقب رؤية فريقها يقاتل على كل كرة، ويقدم أداءً يعكس الطموح الكبير في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آمال التأهل قائمة. في المقابل، يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، مستفيداً من جودة عناصره وخبرته الكبيرة في البطولات الكبرى. لكن مباريات كأس العالم أثبتت مراراً أن الأسماء وحدها لا تحسم النتائج، وأن الإصرار والروح القتالية قادران على تغيير كل التوقعات. وتقام هذه المواجهة المرتقبة يوم الاثنين 22 من يونيو لسنة 2026، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم العربية والعالمية نظراً للفارق في الخبرات والطموحات بين المنتخبين. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر وليبيا، بينما تبدأ عند الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية وقطر والعراق، مع بداية يوم الثلاثاء 23 من يونيو. أما القنوات الناقلة في الدول العربية فستكون عبر شبكة بي سبورت من خلال القنوات الرئيسية وقنوات الماكس، إضافة إلى خدمة بي إن كونكت، وكذلك منصة تود وهي خدمة البث الرقمي الرسمية التابعة للشبكة. فهل ينجح المنتخب العراقي في صناعة واحدة من أبرز مفاجآت البطولة أمام المنتخب الفرنسي؟ أم يفرض الديوك الفرنسية خبرتها ويحسمون المواجهة لصالحهم؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة المزيد من تغطيات كأس العالم 2026.